بيبدأ الفيلم سنة 1935 في مدينة فوشان الصينية، وبنعرف إن أهل المدينة كانوا ناس مسالمين جدا وكانوا بيمارسوا الفنون القتالية كهواية. ومع مرور السنين مدينة فوشان أصبحت أشهر مدينة بتعلم الفنون القتالية في العالم، وفيها مدارس كتيرة بتعلم الفنون القتالية. بنشوف بعدها طيارة ورق بتقع على بيت شخص اسمه اي بي، وبيجي بعدها واحد اسمه ليو بيقابل اي بي في بيته. وليو بيبقى عنده مدرسة فنون قتالية وبيتحدى اي بي في مباراة، وبيقول له انا سمعت انك محترف في الكونج فو، علشان كده انا عاوز اتحداك. واي بي بيقول له طيب هلعبك بعدين عشان الوقت مش مناسب. وليو كان مصمم يلعب اي بي، فبيقول له خلاص انا هقعد استناك، واي بي بيعزمه يقعد ياكل معاه. ومرات اي بي كانت قاعدة معاهم وكانت متضايقة علشان مش حابة جوزها يسيبهم ويروح يقاتل. وبعد ما بياكلوا وبيشربوا حاجة بيجي وقت المباراة، وفي نفس الوقت في ولد اسمه يوان بيطلع على السور بتاع فيلة اي بي علشان ياخد طيارته اللي وقعت عند بيت اي بي. والقتال ما بين اي بي وليو بيبدأ، وليو ما كانش عارف يسدد لاي بي اي ضربة، لان اي بي كان بيصد كل ضرباته، وبيطلع انه محترف في الكونج فو فعلا. وكان ماسك ليو مقطعه، بينما يوان كان بيتفرج عليهم. واي بي بيبدأ يهاجم ليو، وليو ما كانش عنده اي فرصة للفوز قدام اي بي. واي بي بيسدد له عدد ضربات في وشه في اقل من 3 ثواني، وبعدها القتال بينتهي بفوز اي بي. وليو بيشكره على القتال وبيقول له انا اتعلمت منك كتير. وليو بيطلب منه ما يحكيش لحد انه خسر، فاي بي بيقول له ما تقلقش محدش هيعرف ان احنا لعبنا بعض. والاتنين ما كانوش يعرفوا ان يوان كان بيتفرج عليهم. ويوان بيروح يحكي لكل الناس في المطعم عن المباراة اللي دارت ما بين اي بي وليو، وبيحكي لهم ان اي بي خلص على ليو بكل سهولة، وليو اتقطع في المباراة دي. وبيقول لهم انا كنت مفكر ان ليو بيعرف يقاتل، بس بعد اللي انا شفته عرفت ان هو فاشل في الفنون القتالية. وساعتها بيوصل لاي بي المطعم، وبيقابل صاحبه تشوان، والجرسون اللي اسمه لين بيجي ينزل لهم الاكل. ولين بيقول لاي بي انا سمعت انك قتلت ليو وهزمته بكل سهولة. فاي بي بيستغرب وبيقول انت عرفت ازاي؟ ولين قال له ان اخويا يوان كان هنا في المطعم وحكى المباراة بتاعتكم. وعلى الناحية التانية ليو كان في مدرسة الفنون القتالية بتاعته، وبيسلم على الطلاب اللي عنده. وبيجي طالب وبيقول لليو انا سمعت انك اتهزمت من المعلم اي بي. فليو بيتصدم وبيقول له انت عرفت ازاي؟ فالطالب بيقول له يوان حكى الكل في المطعم والمدينة كلها دلوقتي بقت عارفة. فليو بيتضايق وبيروح على المطعم. وتشوان كان بيقول لاي بي انه هيفتح مصنع ملابس، وبيطلب من اي بي يكون شريكه، لان عارف ان اي بي من اغنياء الصين. وساعتها بيوصل ليو وبيمسك في يوان وبيقول له ايه اللي انت قلته عليا ده؟ انت بوظت سمعتي. فلين بيتدخل وبيحاول يهدي ليو. وبنعرف ساعتها ان لين بيبقى طالب في مدرسة ليو. وليو بيقول له ينفع اللي اخوك عمله ده؟ وما يصحش كده، انا صاحب مدرسة فنون قتالية والطلاب مش هيرضوا يتدربوا. وليو بيكذب وبيقول اساسا انا ما لعبتش اي بي. فلين بيهديه وبيؤمر اخوه ان هو يتاسف لليو، بس يوان بيقول اتاسف على ايه، انا قلت الحقيقة. والمعلم اي بي في المطعم تعالى نسأله. وفعلا يوان بيروح لعند اي بي وسأله مش انت فعلا هزمت ليو؟ واي بي بيسكت وما كانش عارف يقول ايه. وليو بيقول لاي بي انت لازم تتكلم وتقول ان ده ما حصلش وترجع لي سمعتي. ولين بيمسك اخوه بيقول له انت كذاب، وحتى لو المباراة دي حصلت ما ينفعش تحكي للناس، انت كده احرجت ليو. بس يوان كان متعصب وبيقول انا بحكي الحقيقة. فلين بينزل البنطلون ليوان وبيقول له هو ده الاحراج. ويوان بيتضايق جدا وبيمشي. وساعتها بيوصل ضابط شرطة وبيقول لهم مالكم وصوتكم عالي ليه؟ والضابط بيقول لهم انتوا مفكرين نفسكم فين؟ انتوا لسه بتتكلموا عن الفنون القتالية واحنا في عصر الاسلحة. فاي بي مسك ايد الضابط ووقع الخزنة من مسدسه. واي بي بيقول له ما ينفعش تغلط فينا علشان بنحب الفنون القتالية، وما كانش ليها لازمة ترفع سلاحك علينا. وبيقول لي ليه ننزل ترابيزة للظابط على حسابي. وبيرجع اي بي لصاحبه تشوان وبيديله فلوس وبيقول له انا مش هخش معاك شريك علشان مش بفهم في الملابس، بس خد الفلوس دي علشان تقدر تفتح مصنعك. بيقول له رجع لي الفلوس على مهلك لما تبدأ تكسب. وشوان بيوافق على كلام اي بي وبيطلب منه يعلم ابنه الفنون القتالية. وبعدها بيجي لين يقابل اي بي، ولين بيقول له انا اتعلمت شوية حركات من المعلم ليو وعاوز اتدرب معاك واجرب الحركات دي. واي بي بيوافق انهم يتدربوا سوا. بنشوف ان في ناس بتيجي تتفرج، ولين بيحاول يهجم على اي بي بس مش بيعرف. واي بي كان بيضربه بكل سهولة وبدون اي مجهود. ابن اي بي بيجي علشان يوري لابوه رسمة اللي هو رسمها، بس اي بي بيقول له بعدين مش دلوقتي. فمرات اي بي اللي اسمها تشينج بتتعصب من الموقف ده، وبعدها اي بي بيهزم لين وبيوقعه على الارض. وتشينج بتمشي الناس اللي بتتفرج وبتقول لهم انتوا ما وراكمش حاجه غير الفنون القتاليه. وفعلا الناس بتمشي، ولين بيتاسف لتشينج وبيمشي. وتشينج بتقول لاي بي بص على الرسمه اللي ابنك رسمها اللي كان عاوز يوريها لك، وحاول تديله شويه من وقتك.
وتهتم بيه بدل ما انت كل شوية تهتم بالفنون القتالية مع أصحابك، وبتسيبه وبتمشي. واي بي بيتفاجئ إن ابنه رسمه لما كان بيتدرب مع لين. وتاني يوم بيوصلوا شوية ناس من قرية ريفية للمدينة، وبيروحوا شارع فنون القتال اللي كان كله مدارس بتعلم الفنون القتالية. وبيقفوا عند مدرسة، والزعيم بتاعهم اللي اسمه جيم بيسأل مين صاحب المدرسة دي. فبيرد عليه المعلم ده وبيقول له أنا صاحب المدرسة. فجيم بيقول له أنا جيت المدينة دي علشان سمعت إنها مليانة معلمين فنون قتالية، وأنا بتحدى كل المعلمين الموجودين وهقدر أكسب أي حد. فمعلم المدرسة بيقول له وأنا قبلت التحدي، تعالى يا فلاح علشان أكسبك. والاتنين بيجهزوا وبيبدأ القتال ما بينهم. وجيم بيطلع إنه راجل قوي جدا وبيمسك المعلم وبيهريه ضرب، والمعلم مش قادر يقاتله. وجيم بيهينه حرفيا قدام طلابه وقدام الناس. وبعدها اداله القضية ووقع المعلم على الأرض. وبيروح جين للمدرسة اللي بعدها وبيسأل الطلاب مين المعلم بتاعكم. والمعلم بتاعهم بيظهر وكان واقف ورا الطلاب، وبيقول لجين أنا أهو تعالى. وبيقول له القتال ما بيننا هيكون بالسيوف. وجين بيسحب سيفه وبيبدأ القتال، والمعلم بيهجم على جين بسرعة، بس جين بيصد ضرباته وبيهجم عليه وبيخلص عليه بسرعة. وبيقول له بقى انت عاوز تقتلني؟ وبيبص جين لطلاب المدرسة اللي بعديها، واللي تبقى مدرسة بتاعة المعلم ليه. بس الطلاب بيقولوا له لا، المعلم بتاعنا مش موجود. وساعتها اي بي كان لسه صاحي من النوم، وبيروح لابنه ومراته بيحاول يصالحهم، بس ابنه كان لسه زعلان منه. وبيجي لينا عند بيت اي بي وبيشاور له بيقول له تعالى، بس اي بي بيقول له انا مش فاضي دلوقتي، انا قاعد مع عيلتي. فلين قال له انا مش جاي علشان القتال، انا عاوز اقول لك على حاجه. فاي بي بيروح له بيقول له في ايه. فلين بيحكي له ان في شويه شباب من الريف جم وتعدوا على المدارس وتحدوا كل المعلمين وكسبوهم بسهوله، تعالى وشوف بنفسك. بس اي بي قال له ان انا مش هينفع اجي دلوقتي. وعلى الناحية التانية بنشوف جين بيقاتل المعلم ليو، والمرة دي ليو كان مسدد ضربات قوية لجين. والقتال ما بينهم كان متكافئ في البداية، بس جين بيقدر يديله بالرجل ووقعه على الأرض. والمعلمين اللي اتضربوا بيقولوا ليو هات لنا حقنا، ولكن جين بيسيطر على القتال وبيهزأ ليو. وبعدها بيخرج جين من المكان وبيقول لكل المعلمين اللي هنا فاشلين ومش بيعرفوا يقاتلوا. وبيقعد جين مع أصحابه ياكلوا في مكان وبيقولوا احنا لازم نفتح مدرسة تعليم فنون قتالية هنا. وبيجي صاحب المطعم بيقول لجين انت مفكر نفسك قوي علشان كسبت شوية أغبياء؟ لما تكسب أحسن واحد في المدينة بقى تعالى اتكلم. فجين سأل الراجل وقال له مين أقوى مقاتل في المدينة؟ فالراجل قال له اي بي طبعا. فجين بيقرر يروح يتحدى اي بي وبيروح يكسر باب الفيلا بتاعته. وابن اي بي بيشوفه وبيروح يبلغ ابوه. واي بي بيطلع يقابله، واي بي بيفهم ان هو ده الراجل اللي كسب المعلمين. وبيقول له انت جيت ولميت كل الناس دي علشان تتحداني؟ فجين قال له ايوه بالظبط، انا عاوز افتح مدرسة لتعليم فنون قتالية. فاي بي قال له لو عايز تفتح مدرسة يبقى تروح تدور على مكان، مش تيجي تتحداني. يلا خد بعضك وامشي. بس جين بيخش وراه البيت وبيقول له انت خايف مني ولا ايه؟ فبترد عليه تشينج وبتقول له ان البيت مش مكان للقتال، وخد بعضك وامشي. فجين بيقول لتشينج ما تخافيش على جوزك، انا هتقاتل معاه مش هقتله، وهقاتل كمان بايد واحده وهزمه بسرعه. وكل الناس بتفضل تقول لاي بي قتله يا اي بي، وتشينج مش بيعجبها ان جين بيقول الكلام ده على جوزها. فبتقول لاي بي قتله بس ما تكسرش حاجه في البيت. واي بي بعد كده بيبقى خد الاذن الاول، وبتيجي الشرطه للمكان، واي بي بيقول للظابط خرج كل الناس دول، وبيقول له اقفل الباب وراه. والظابط بيقول لاي بي في ودنه رجع لنا كرامتنا واهزم الفلاح ده. والظابط بيخرج كل الموجودين، وبيبدأ بعدها القتال ما بين جين واي بي. وجين كان بيحاول يضرب اي بي بس اي بي بيتفادى كل ضرباته، وجين ما كانش عارف يسدد لاي بي اي ضربة. وبالغلط جين كسر الزهرية وقال له ما تقلقش هدفع تمنها. وجين حاول يهاجم من تاني بس كسر الترابيزة، وبيقول له ما تقلقش هدفع تمنها. وابن اي بي بيجي وبيقول لاي بي ماما بتقولك لازم تهاجم ولا البيت كله هيتكسر. فكده اي بي بيكون خد الاذن التاني. وفعلا اي بي بيبدأ الهجوم وبضربتين بس طير جيم من مكانه. وجيم بيحاول يهاجمه بس بيضربه اي بي وبيمسكه وسدد له لكمات قوية ووقعه على الأرض اللي عند أصحابه. وأصحاب جين كانوا واخدين صاحبهم وماشيين، بس جين بيرفض الاستسلام وبيسحب سيفه وبيكمل القتال، بس ولا بيفرق مع اي بي. بس بعدها سحب الريشة دي من على الترابيزة وبيبرزوا بيها، وفضل يديله بيها على دماغه ويوكلها له في بقه، وراح مهاجمه وبعدها شل حركته من منطقة معينة. واصحاب جين واقفين ومش مصدقين اللي هم شايفينه. واي بي بعدها بيقرر ينهي القتال ده، وبيسدد لجين بعض اللكمات وبيوقع السيف من ايده، وحرفيا هزمه بدون ما يبذل مجهود. وجين بيقول له الشمال خسر من الجنوب. فاي بي قال له الموضوع ملوش علاقة، انت منين؟ المشكلة في الشخص نفسه. واي بي خرجه من بيته وهو مذلول وراسه في الارض،
والناس فضلوا يهللوا وكانوا فرحانين فيه، وبيخش الناس لاي بي وبيشكروه انه رد اعتبارهم من تاني. وتاني يوم بينزل اي بي السوق علشان يشتري شوية حاجات، وكل اهل المدينة كانوا بيدوا هدايا لاي بي علشان كسب الواد الريفي ورفع راسهم لفوق. واي بي لما رجع بيته لقى ناس كتيرة مستنياه، وكل الناس دول كانوا عاوزين اي بي يدربه. وشوان بيقول لاي بي ابن لازم يكون اول طالب عندك. واي بي قال له انت عارف ان انا مش بحب يكون عندي طلاب. والظباط بقوا بيحرسوا الفيلا بتاعت اي بي وبيخلوا الناس يندهوا باسم اي بي. وبتعدي الايام وبتحصل حرب ما بين الصين واليابان، واليابان اللي كسبت الحرب واحتلت الصين. وحصلت من بعدها مجاعة في الصين، والشعب عاش في معاناة وما بقوش لاقيين الأكل حرفيا. والعساكر اليابانيين كانوا بيقتلوا الصينيين في الشارع. واليابان بعدها دخلت على مدينة فوشان ودمرتها تماما. ونزل عدد سكان فوشان من 700 ألف ل 300 ألف بسبب المجاعات والإبادات. وخدوا الفيلا بتاعت اي بي علشان تكون مقر للجيش الياباني. واي بي وعيلته اترموا في الشارع وأصبحوا من غير مأوى، فراحوا عاشوا في بيت قديم، بس كانت حالتهم وحشة ومعهمش فلوس. ده بعد ما اي بي كان من أغنى أغنياء الصين. واي بي بيضحك في وش مراته علشان يحسسها إن مفيش حاجة، بس لما مراته مشيت اي بي بيكشر وبيتضايق، وبيطلع ساعته اللي كان بيحبها جدا علشان ينزل يبيعها، وعلشان ياخد مكانها رز ويقدر يأكل عيلته. والبياع بيدي لاي بي رز بزيادة علشان بيحب اي بي. وساعتها بيشوفوا تشوان اللي كان واخد فلوس من اي بي علشان يفتح مصنع الملابس. وشوان بياخد اي بي لمصنع الملابس، واي بي بيسأله انت ايه اللي رجعك لفوشان. فتشوان قال له انا حطيت كل فلوسي هنا في المصنع، وانا مش ناسي انك سلفت لي فلوس، بس انا للاسف حاليا مش هقدر اسدد لك فلوسك. فبيقول له انا هعتبر انك ليك 10% من ارباح المصنع. بس اي بي بيفهم ان تشوان بيحاول يساعده باي طريقه، بس اي بي مش بيحب يكون مدان لحد. فبياخد بعضه وبيمشي وبيرجع لعيلته. وفي يوم تشينج بتتعب جدا، واي بي بيقعد جنبها وبيعمل لها حاجه تشربها. وتشينج بتساله فاضل قد ايه رز في البيت. واي بي قال لها ما تقلقيش، انا هنزل وادور على شغل. انا في الاول ما كنتش بحب اشتغل، بس انا دلوقتي مضطر. وبيروح اي بي يدور على شغل في كذا مكان بس مش بيلاقي. وبعدها شاف راجل غني كان بيختار عمال للمنجم. واي بي دخل وسط الناس، وراجل غني لما شاف اي بي ساله انت بتعمل ايه هنا؟ انت بتدور على شغل؟ طب يلا تعالى. واي بي بينزل المنجم، وفضل يشقى ويشتغل وبيشوف لين وبينادي عليه، وكل العمال في المنجم كانوا عارفين اي بي وبيسلموا عليه. فاي بي بيسأل لين وبيقول له هو ليه كل العمال هنا كانوا بيلعبوا فنون قتالية. فلين قال له علشان صاحب المنجم بيحب الفنون القتالية فشغل ناس كانوا طلاب فنون قتالية. ولما جه وقت الغدا اي بي بيحط نص الاكل في جيبه علشان ياكل عيلته. ولين لما شافه عمل كده قسم نص اكله معاه. واي بي بيشكره وبيسأله عن اخوه يوان. فلين بيقول له اخويا من يوم ما اتخانقنا في المطعم وانا ما شفتوش، ومش عارف هو راح فين، ونفسي اشوفه علشان اتاسف له. وبعدها بيدور على علبة صغيرة كانت معاه. وبعدها بيوصل واحد مترجم اسمه ليه، ومعاه عقيد ياباني. واللي بيقول ان العقيد عاوز شوية مقاتلين علشان يتقاتلوا مع رجالتهم اليابانيين، واللي هيكسب هياخد كيس رز. فساعتها لين وكذا واحد رفع ايديه. واي بي كان بيحاول يحذر لين وبيقول له ما تروحش وسيبك منه، بس لين مش بيسمع كلامه وكان مصمم ان هو يروح. وفعلا بيوصل لين وبيشوف المدرب ليه وبيقاتل طالب ياباني، وليه بيقدر ينتصر على الطالب الياباني وبياخد كيس الرز. وبنعرف بعدها عن اللواء ميورا، وميورا بيبقى هو اللي منظم كل ماتشات القتال دي. وبيقول للمساعد بتاعه انا عاوز اقاتل، هات لي 3 مقاتلين صينيين اواجههم واثبت لهم ان القتال الياباني افضل من الصيني. وفعلا بيجيبوا له 3 مقاتلين، وكان من ضمنهم لين. وبيستعد اللي هو ميورا علشان يقاتل التلاتة، وبيبدأ القتال وميورا بينزل فيهم ضرب، وهما التلاتة بيتصدموا من قوة ميورا. وبيخش عليه واحد ورا التاني، بس كل واحد بياخد اللي فيه النصيب وبيركن. واتنين منهم بيعلنوا استسلامهم، بس لين مش بيرضى يستسلم. وبيروح يهجم على ميورا، بس ميورا بيضربه بكل عنف وبيسدد له لكمات في وشه وفي صدره. ولين بيحاول يسدد له لكمة واحدة بس مش عارف. وميورا بيقول له ما تستسلم انت عاوز تموت. فلين تف دم على وشه. فميورا بيتعصب وبيضربه ناحية قلبه بكل عنف، وللأسف بيموت لين. تاني يوم اي بي كان في المنجم وبيلاقي العلبة بتاعت لين اللي كان بيدور عليها. وبيدور على لين بس مش بيلاقيه، فبيسأل العمال إذا كانوا شافوا لين ولا لأ، بس كلهم بيقولوا له لأ هو ما جاش النهاردة. وبيظهر تاني المترجم ليه وبيطلب مقاتلين علشان يقاتلوا. واي بي بيجيله وبيقول له هو فين لين، بس ليه مش بيرضى يقوله ومش بيعرفه ان هو مات. فبيقول له معرفش. فاي بي بيقرر يروح مع ليه علشان يقاتل. ولما اي بي وصل حلبة القتال شاف المعلم ليه وبيكسب وبياخد له كيس رز. بس ليو كان طماع وبيتحدى 3 مقاتلين يابانيين علشان ياخد 3 اكياس رز. واللي هو ميورا بيوافق وبيطلعوا له ال3 مقاتلين. وليو في البداية كان بيقاتل كويس،
وكان ممكن يكسب التلاتة، بس التلاتة اتكتروا عليه وبينزلوا فيه ضرب، فليو بيقرر يستسلم. ولكن فجأة العقيد الياباني ضرب ليو بالنار وبيقع ليو على كيس الدم الرز اللي كان بيقاتل علشانه. واي بي بيشوف اللي حصل، وميورا بيزعل العقيد وبيقول له انا امرتك ان انت تضربه بالنار. فالعقيد قال له انه اصله خد كيس الرز مع انه خسر. فميورا بيقول له المكان ده للمباريات بس، بعد كده ما تاخدش قرار من نفسك والا هقتلك. واي بي بيسأل ليه وبيقول له هو لين مات وهو بيقاتل؟ فليه بيقول له للاسف. فاي بي بيتعصب وبيخش الحلبة وبيتحدى 10 مقاتلين، واللي وميورا بيتصدموا من اللي سمعوه، وميورا بيوافق وبيجيب له 10 مقاتلين وبيبدأ القتال. واي بي بينزل ضرب فيهم بكل غل وبيكسر عظمهم واحد ورا التاني، وبيحاولوا يضربوه بس مش عارفين. واي بي بيفادي كل ضرباتهم وبيمسك واحد وبيسدد له لكمات كتيرة في وشه، وبينزل تلطيش في الباقي وبيمسك واحد تاني وبيكسر له القفص الصدري، ومش بيتبقى غير واحد بس. واي بي بيمسكه وبيفضل يضرب في وشه لحد ما أفقدوا الوعي، وإيد اي بي بتكون ورمت من كتر الضرب، والمقاتلين كلهم بيتلموا حواليه بس ميورا بيوقفهم وبيسلموا لاي بي 10 اكياس رز علشان هزم 10 مقاتلين. وميورا بيقول لاي بي ابقى تعالى تاني، بس اي بي بيقول له انا ما جيتش هنا علشان الرز. بس ليه المترجم بيقول لميورا بيقول لك هاجي مرة تانية اكيد. وميورا بيسأله انت اسمك ايه؟ فاي بي قال له انا مجرد راجل صيني. بس ليه المترجم برضه قال له هو بيقول لك انه اسمه اي بي، وليه كان قاصد يترجم غلط علشان ما تحصلش مشاكل. واي بي بياخد كيس الرز اللي عليه دم ليه وبيسلمه لعيلته. واي بي بيشتم ليه وبيضربه بالقلم وبيقول له انت خاين وخنت بلدك واهلك. فليه قال له انا مش خاين، انا بس بترجم وانا برضه محتاج للاكل زيكم. فاي بي قال له هيجي لك نفس تاكل ازاي وانت شايف ولاد بلدك بيموتوا، وبيسيبه وبيمشي. وبعدها اي بي بيمشي في شوارع مدينته اللي اتدمرت من الاحتلال الياباني وهو متضايق على الضرر اللي حصل. بيرجع اي بي لبيته وادى لمراته الاكل اللي ما كانش بياكله علشانهم. وتشينج بتشوف الاضرار اللي في ايده فبتاخد ايده وبتعالج جروحه. فاي بي بيقول لها العالم ده قاسي قوي وانت الوحيده اللي لطيفه معايا، وبيقول لها انا حاسس اني ماليش لازمه في العالم ده. بس تشينج بتطمنه وبتقول له كل حاجه تبقى بخير. وبعدها بنشوف عربيه تبع مصنع الملابس بتاع شوان، بس بنشوف جين بيعمل كمين للعربيه دي، والرجاله جين كلهم بيهجموا على العربيه. ومن ضمن الرجاله دول كان يوان اخو لين. ورجاله جين بيرجعوا بالعربيه للمصنع بتاع تشوان. وجين اول لما شافت تشوان راح ضربه وقال له انا سرقت بضاعتك اللي كانت في العربيه، ولو عاوزها فانت لازم تشتريها مني. فتشوان قال له بس انا معيش فلوس، فراح جين ضربه. وابن تشوان بيجي يدافع عن ابوه بس جين بيضربه هو كمان. ورجاله جين فضلوا يضربوا في تشوان علشان بيقول معيش فلوس. فابن تشوان راح على طول لاي بي وقال له الحقنا في بلطجيه اقتحموا علينا في المصنع. واي بي راح مع الولد للمصنع، وفي نفس الوقت جين قال لتشوان انا هجيلك تاني واحسن لك تكون حضرت لي الفلوس. وبعدها بيوصل اي بي بس كان جين ورجالته مشيوا، وتشوان قال لاي بي انت لازم تعلمني فنون القتال علشان اقدر ادافع عن نفسي. وكل العمال قالوا لاي بي نفس الكلام ده وطلبوا من اي بي يعلمهم فنون القتال. وفعلا اي بي بيوافق وبيبدأ يعلمهم كلهم في الشارع، ومستواهم بيتحسن بسرعة بفضل تدريبات اي بي. وبنروح للي ميورا اللي بيسأل ليه هو ليه مجاش اي بي، وبيطلب من ليه ان هو يروح يجيب اي بي، واللي بيرفض وبيقول له مش هعرف اوصل له. فالعقيد بيضرب ليه وبيديله على وشه، فاللي بيضطر يروح لاي بي وبيقول له ميورا عاوزك علشان تقتله. ولما اي بي بيرفض ليه بيقول له انا مش هقدر امشي من غيرك. وساعتها بنشوف العقيد الياباني بيلعب مع ابن اي بي بالمسدس، فاي بي بيخاف على ابنه وبياخده بعيد. والعقيد لما شاف مرات اي بي بتعجبه بكل وقاحة كان طالع ورايح لها، بس اي بي راح ضربه وموقعه على الارض. والعساكر حاولوا يتدخلوا بس اي بي مسكهم كلهم وضربهم. واي بي بعدها بيقرر ياخد ابنه ومراته ويروحوا مكان تاني علشان كده هما مش في امان. ولكن بعدها العقيد مسك ليه وفضل يعذب فيه وليه وشه كان بيجيب دم. والعقيد بيقول له ازاي تسيب اي بي يهرب؟ فليه قال له ما هو كان قدامك ما مسكتوش ليه؟ فلح بس تتشطر عليا انا. فالعقيد نزل فيه ضرب لحد ما ميورا وقفه، وميورا بيدي امر ان اي بي يجي لحد عنده. واللي بيرجع على بيته هو متشلفط تماما على الاخر، وكان مخبي اي بي وعيلته عند بيته. واي بي بيشكره ان هو واقف جنبه، واي بي بيقول لمراته احنا محتاجين نمشي ونروح هونج كونج، وتشوام هيساعدنا علشان نمشي من هنا. وتاني يوم بيوصل جينو ورجالته للمصنع بتاع تشوام، بس المرة دي رجالة المصنع بيبقوا متعلمين فنون القتال وجاهزين يدافعوا عن نفسهم. فجين بيأمر رجالته بالهجوم عليهم وبتحصل حرب شرسة ما بينهم، بس عمال المصنع ما كانوش لسه بالقوة الكافية علشان يتصدوا للرجالة. بس اي بي بيتدخل وبيعدل الكفة وبيمسك رجالة جين وبيكسر عظمهم.
وبعدها بيقف يتكلم مع جين، وجين بيقول له يا جدع انت واقف لي في كل حاجة بعملها، لا عارف اسرى ولا عارف افتح مدرسة بسببك. فاي بي بيقول له انا مش واقف في طريقك، انت كل تصرفاتك غلط. فجين قال له انت جربت تموت من الجوع؟ اكيد مستحيل الاحساس ده حد يحسه زيك، واللي هيحسه الفقراء اللي زيي. وجين بيأمر رجالته بالهجوم، وساعتها رجالته بيطلعوا اسلحتهم وبيهجموا على اي بي. بس حتى وهما رجالة مسلحة مش عارفين يتغلبوا على اي بي، واي بي بيكون كأنه في حصة تدريب وبيخلص عليهم واحد ورا التاني. وجين حاول يعور اي بي بالمغرفة بس اي بي بيفاديه وبيسحب عصاية وبيقاتل بيها. وجين بيأمر يوان انه ينضم ليه ويقاتل اي بي، ويوان كان متردد في الاول انه يقاتل اي بي، بس بيسمع كلام جين وبيخش في المعركة. بس ولا حتى هما الاتنين كانوا عارفين يقربوا من اي بي، واي بي بيعفرتهم بالعصاية وبيقدر ينتصر عليهم. وجين بياخد رجالته وبيمشي تاني وهو مذلول. ويوان كان ماشي معاهم بس اي بي بيوقفه وبيقول له انت مدرك انت بتعمل ايه؟ انت بتسرق ولاد بلدك، خد العلبة دي كانت بتاعت اخوك. بس يوان بيقول له ولا عاوز اسمع سيرته ولا عاوز حاجة من ريحته. فاي بي بيقول له انت عارف اخوك عمل ايه؟ انت اخوك مات من اليابانيين، وطول الفترة اللي فاتت كان بيدور عليك علشان يتأسف لك. فيوان بيحزن جدا وبيعيط وبياخد العلبة من اي بي، ولما بيفتحها بيطلع من جواها الطيارة الورق بتاعته. وبيعيط يوان وبيفهم ان اخوه كان بيفكر فيه طول الفترة دي. وبالليل ليه بيجي الاي بي جري وبيقول له ميورا عرف انك كنت في المصنع، بيستجوب كل الناس اللي هناك عن مكانك وبيحذره ان هو يروح لهناك تاني. بس اي بي بيقرر يروح علشان الناس اللي هناك ملهمش ذنب. والعقيد لما شافه كان عاوز يقتله بس ميورا بيتدخل وبيوقفه، وبيقول لاي بي انت مقاتل بارع، انا عايزك تعلم الجنود اليابانيين ازاي يقاتلوا زيك. وليه بيترجم اللي ميورا بيقوله، بس اي بي بيقول له مستحيل اعلم حد فيكم اي حاجة، ولو عاوز تشوف القتال تعالى قاتلني. وميورا بيوافق وبيقبل التحدي، وبيأمر رجالته ياخدوا اي بي للحبس. واي بي وهو ماشي قال لتشوان خد مراتي وابن الهونج كونج. وميورا بيخش على اي بي الزنزانة ومعاه اكل، وبيقول له فكر كويس ووافق انك تدرب الجنود اليابانيين. بس اي بي بيرفض وبيقول له انتوا محتلين بلدي وبتقتل اهل البلد، مستحيل اوافق على عرضك. وبيرفض اي بي كمان ياكل من اكلهم لان الاكل ده مسروق من الشعب الصيني الغلبان. فميورا بيسيبه وبيمشي، بينما تشوان بياخد عيلة اي بي علشان يوديهم لهونج كونج. بس تشينج كانت رافضة انها تمشي وعاوزة تبقى مع جوزها، وبتقول انا لازم اكون معاه، جايز ده اخر قتال هيقتله في حياته. وتشوان كان متردد ومش واخد قرار. وبعدها ميورا بيجهز حلبة كبيرة وسط مدينة فوشان، وكان في ناس كتيرة بيتفرجوا على القتال. واي بي بيوصل وبيفتكر لما العقيد جاله السجن وقلب الاكل، والعقيد بيهدد اي بي وبيقول له لو حصل وفزت في القتال هقتلك. بس اي بي كان رافض تماما يخضع للجيش الياباني. وبيقف اي بي وميورا قدام بعض وبيستعدوا، وميورا بيهجم على اي بي بسرعة، بس اي بي بيصد كل ضرباته وبيسيطر اي بي على القتال. وكان باين انه اقوى من ميورا، بس ميورا برضه ما كانش خصم سهل وكان على وشك يوقع اي بي. بس اي بي بيركز وبيتعلق فيه وبيرجع يهجم على ميورا. ومع ان اي بي كان بقاله ايام ما كلش، بس كان لسه بيقاتل بقوة وبيسدد لكمات قوية لميورا وبينتقم لكل الصينيين الغلابة اللي تعذبوا على ايد الجيش الياباني. واي بي بيقدر يوقعه على الارض وبيديله لكمات قوية، وساعتها ليه شاف العقيد ايده بتروح على السلاح، وبتوصل عيلة اي بي ومعاهم تشوان. واي بي كان خلاص سيطر على القتال، وميورا ما كانش قادر يجريه. واي بي بيزنقه في عمود وبينزل فيه ضرب، وبيطلع على ميورا كل اساليب الكونج فو اللي اتعلمها. واي بي كان يقدر يقتله بس مش بيعمل كده لانه كان خلصان بالفعل. والصينيين بيفرحوا بانتصار البطل اي بي وكلهم بيفضلوا يحيوه. واي بي بيشوف عيلته وسط الناس، ولكن فرحتهم مش بتكمل، والعقيد بيضرب اي بي بالنار وبيقع اي بي على الارض. وبيهجموا الناس على العساكر اليابانيين علشان خاطر البطل اي بي، وليه قدر يقتل العقيد ابن الهرمة ده. ويوان وعيلة اي بي اتلموا حوالين اي بي وخدوه بعربية تشوان وهربوا لهونج كونج. ولحسن الحظ اي بي كان لسه عايش، واستقر اي بي في هونج كونج وبدأ هناك يعلم فنون قتالية، وفضل بقية حياته يعلم فنون قتالية، وبقت هي دي الشغلانة. وعدد طلابه تجاوز ال2 مليون شخص. ومن أشهر الطلاب اللي اتعلموا من اي بي كان بروسلي، لأن قصة اي بي دي كانت قصة حقيقية. وبعد 8 سنين من الاحتلال اليابان بتقرر تمشي من الصين، بس اي بي ما سابش هونج كونج وفضل عايش فيها. وبس كده وصلنا لنهاية الجزء الأول. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنوا مننا تلخيص الجزء التاني. وبس كده، سلام يا صديقي.